تبعه باب حديد. هذا الباب الثاني وهذا النفق من تحت الارض. طبعا نحن بالاصل طابق ثاني تحت الارض. نحن بالاصل طابق ثاني تحت الارض. يا لطيف، ليش مو مركبين له اسانسير؟ معقوله كان ينزلوا كله بشيء؟ تعال شي فرد. يا لطيف، هذول كلهم مسدسات. ساعات قرآن كريم. يا كل بتعرف انت تنتهي قرآن كريم. هذا الفوق. هون كان شكل تغليف العملة. كله معفاش. منال ماهر شو عليك. كله معفاش. هون صار في شيء مو معفاش. هاي المعسرات تبعه جاهزة. شو بيشرب الواطي؟ الشعب السوري واحد.
طمنوا أهلنا، أنتم أهلنا ونحن أبناؤكم. أبشروا بالخير، أبشروا بالعز، نتعاون كلياتنا مع بعضنا حتى نضبط العاصمة تبعنا يا رب. عاصمتنا دمشق، ما حدا يخرب، ما حدا يأذي، ما حدا يسرق، كلياتنا مسؤولين عن هاي الأمانة. والله العظيم بداية العمل قلنا لهم عنا أمانتين، الأمانة الأولى تحرير دمشق، والأمانة الثانية حفاظا على دمشق يا رب. دمشق تحررت، دمشق تحررت، دمشق تحررت، دمشق تحررت، دمشق تحررت، والمجد والعزيمة الله يديم العزيمة، والغدا والعزيمة الله يديم العزيمة، الله يديم. أيها السوريون الغالين على قلبي والذين أنا منكم وأنتم مني، أنا في منزلي لم أغادره، وذلك بسبب انتمائي إلى هذا البلد وعدم معرفتي لأي بلد آخر غيره وطنا. في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذا البلد وعلى مؤسساته ومرافقه، فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر، إنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد، وذلك للحفاظ على مقدراته. وأهيب بالإخوة المواطنين جميعا عدم المساس بأية أملاك عامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم، وأنا هنا في منزلي لا أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار عمل المؤسسات العامة ومؤسسات ومرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للإخوة المواطنين. مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وإعلان نظام بشار الأسد السقوط، تداولت أنباء وبقوة عن مقتل بشار الأسد بعد تحطم طائرته الخاصة أثناء هروبه واستهداف المعارضة السورية للطائرة. وانتشرت أنباء تؤكد العثور على جثة بشار الأسد داخل الطائرة، والطائرة التي كانت تنقل بشار الأسد فقد الاتصال بها وسقطت شرق حمص، أي أن بشار قتل إما باستهداف الطائرة بصاروخ أو قنبلة زرعت في الطائرة تم تفجيرها أو خلل فني. برزت تساؤلات عديدة حول مصير الشخصيات البارزة في نظام الأسد، وعلى رأسها شقيقه اللواء ماهر الأسد الذي كان يعتبر أحد أبرز قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام طوال سنوات الحرب. ووفقا لتصريحات من مصادر سورية، هناك أخبار حول اعتقال ماهر الأسد بعد انهيار النظام السوري، حيث قام الأحرار باقتحام منزله في دمشق والقبض عليه والسيطرة على منزله وتصوير دهاليز المنزل والأنفاق التي كان يعدها ماهر الأسد طوال فترة الحكم للهروب منها. وأضافت ذات المصادر أن المعارضة السورية فضلت القبض على ماهر الأسد واعتقاله وعدم قتله من أجل التفاوض به في حالة عودة أي نظام من الأنظمة السابقة ليكون ورقة ضغط ضد إيران والروس وأي قوة أخرى. ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري اشتهر بدوره المحوري في العمليات العسكرية التي شنها النظام السوري ضد المعارضة، إذ كان يعتبر أحد الركائز الأساسية التي اعتمد عليها بشار الأسد في قمع الاحتجاجات وحماية النظام من الانهيار. ومع تطورات الأحداث الأخيرة وانهيار النظام، اختفى ماهر الأسد عن المشهد العام، ما أثار تكهنات واسعة حول مصيره ومكان وجوده. وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى أن ماهر الأسد ربما غادر دمشق قبل سقوطها في يد المعارضة،
فيما رجحت مصادر أخرى إنه قد يكون متخفيا داخل سوريا، خاصة في المناطق الجبلية المحصنة التي طالما اعتبرت ملاذا آمنا لقادة النظام. وتحدثت بعض الأنباء عن احتمال فراره إلى قاعدة حميم الروسية، حيث يمكن أن يكون قد لجأ إلى حماية القوات الروسية التي كانت من أبرز حلفاء النظام خلال الحرب. من جهة أخرى، تداولت مصادر غير مؤكدة معلومات تفيد بأن ماهر الأسد قد توجه إلى إيران، الحليف الإقليمي الذي قدم دعما كبيرا للنظام طوال سنوات النزاع. وتعد إيران وجهة منطقية لقادة النظام نظرا لوجود شبكة علاقات قوية بين الحرس الثوري الإيراني وكبار قادة الجيش السوري. وأشار بعض المحللين إلى أن اختفاء ماهر الأسد قد يكون مدبرا بهدف إعادة ترتيب أوراق النظام المتبقية أو لتمكينه من لعب دور مستقبلي في حال حدوث تسويات سياسية محتملة. وفي ظل هذه التطورات يبقى مصير ماهر الأسد في يد المعارضة السورية بعد انهيار النظام السوري. وفقا لمصدر سوري فإن ماهر الأسد قد غادر سوريا برفقة عائلة بشار الأسد إلى روسيا قبل أسبوع من سقوط النظام، في خطوة اعتبرت استعدادا لمرحلة انهيار باتت متوقعة. وفي تصريحات أدلى بها مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لقناة الجديدة، أشار إلى أن ماهر الأسد كان لا يزال يحاول التمسك بالسلطة حتى اللحظات الأخيرة. وأوضح أن قناصة مواليين لماهر الأسد تمركزوا فوق المباني في حي برزة وأحياء أخرى من دمشق في محاولة لعرقلة تقدم قوات المعارضة، إلا أن القوات التي سيطرت على دمشق شملت في معظمها عناصر من أصحاب المصالحات التي جرت بين عامي 2016 و2018، مما سهل السيطرة على العاصمة دمشق دون مقاومة تذكر.